عدنا إليكم من جديد في حلقة جديدة من سلسلة زي ما تيجي. والنهاردة معاكم منزو وعبدو كالعادة، وخلونا نخش في الموضوع على طول. ازيك يا عبدو؟ الحمد لله. هو ازي انت حضرتك؟ انت مش ملاحظ ان احنا بنسجل ليالي امتحاناتك بس؟ ما هو انا باجي احس ان لما احس ان انا مضغوط كده جامد وبحس ان انا هتجنن، باجي اقول ان انا مجنون. اطلع جناني ده كمحتوى في بودكاست، وبعدين ارجع اكمل بفصل كده. يا مزاج. طيب خليني ابدا معاك كده بسؤال سأله محمد سامي، صديقي مين محمد وصديقك، سامي ده؟ واحد كده من 6 اكتوبر. لو معاك الاعلان ممكن آه. ننزله على النت، فاهم؟ نزل معايا صورة رقم. البطاقة. نزل رقمه في يوازي العجمي. معايا صورة البطاقة بتاعته. بيقول ايه: هل الواحد ممكن يفضل يسعى وما يوصلش؟ اه، السؤال اللي بعده. لا، ما هو انت لا ما تجاوب. جاوب ما قلت الراجل سأل. ما قلت ايوه. انت قلت اه. ايوه. طب يعني نقفل الحلقة. طيب، كان خلصنا معاكم خلاص. منزو مش انت وعبده. كنت مش انت كنت عايز اجابة؟ اه. اديتك اجابة. مش انت بس تسألني ما ازاي؟ انا اقول لك مش ازاي. انا قلت لك ازاي اهو. هتقعد بقى تسمع حلقة بتاع تلت ساعة عشان تعرف الإجابة على السؤال؟ انا بديك الإجابة في الأول. هتجاوب يبقى امتى؟ طيب، انت ايه رأيك يا منزل؟ انا رايي انه بس او لا. يعني ايه؟ يعني الواحد ممكن يفضل يسعى وما يوصلش، بس ما يوصلش اللي هو عايزه، بس ممكن عايز يوصل لحاجات تانية، وده لاسباب كتير. لان ممكن اللي عايزه ده ما يكونش خير، او ما يكونش ده الصح اصلا، يعني فاهم؟ إيه، كانك بترمي طاقه في مكان غلط. لو انت مم. قاعد تحاول تزرع شجره في الصحراء، ما هي مش هتطلع، بس انت دراعك هيبقى قوي. فاهم الفكره؟ ده مثل حلو جدا. لا لا عجبني. لا، شفت عجبني الارتجاله؟ والله. ايوه، يا بس هو مزاجك. لما بيجي يزرع شجرة، هو مش بيبذل مجهود، يعني هو يا دوب بيحفر، يقوم حاطط البتاع ويردم تاني. انا قصدي ده فكرة الزراعة بقى، ما دراعه. تكلمني انا يا ابني. انا مالي ومال المزارعين. يعني قول مثلا لما تيجي تقطم شجرة، دراعك هيكبر. بس انت لما هتقطم شجرة، ما انت كده كده هتوصل انها تقع، لكن لما تزرع في ايا الصحراء مش كان بقى هتطلع. يعني. ما علينا، المهم احنا الفكره وصلت. بنعمل ايه طيب؟ المهم الفكره. هشيلها في المونتاج. هشيلها في المنتج. بص، يعني انا عايز اقول لك على حاجه، وعايز اقول للساده الجمهور على حاجه. في مفاجاه، وفي حاجه انتوا مش واخدين بالكم منها، وهو ان الهدف الاساسي للسعي مش لانك توصل. ده سبب فرعي، يعني امال ايه الهدف من الهدف الاساسي السعي. من السعي؟ نعم. ايه الهدف الاساسي من السعي؟ انا جاي لك في الكلام اهو. انا الهدف اسف. من السعي مش انك توصل. السبب الرئيسي انت بتسعى ليه؟ لان انت ما عندكش اي اوبشن تاني تعمله. بس ميكس سنس. يعني انت، لو انت ما ساعدتش انت عندك ايه تعمله؟ ما عندكش عارف حاجه تعملها. ده بيفكرني بنفس المرة اللي قلنا فيها تتك ولا تنط من الشباك. لا لا، مش فكره. اصل هو لو جيت فكرت فيها، انا دلوقتي لو ما ساعدتش في طريق معين، فكك بقى، مش هقعد اقول لك ربنا شايل لك الاحسن، وطبعا ده كلام، يعني ده كلام صح فعلا، بس بيتقال كتير، مش هقوله طبعا دلوقتي، يعني مش عايز اللي هو انت عايز اقول تخش نفس في الكلام الحتة دلوقتي. التكنيكال؟ اه، انت مش تكنيكال، ودي حاجه دينيه برضو. انت ربنا خلقك ليه؟ عشان تعبده وعشان تسعى. انت ما عندكش حاجه تانية تعملها غير انك تسعى. ماشي. فكره ان انت هتوصل ولا مش هتوصل، دي مش بتاعتك انت. اهم حاجه عندك دلوقتي تركز فيها انك تعمل اللي عليك. وقت ما تيجي تعمل اللي عليك والله، فانت ربنا مش هيضيع تعبك ده. حتى لو انت مش هتوصل للحاجه اللي انت حاططها في دماغك، هتلاقي حاجه تانية احسن. ما بالظبط ده اللي أنا كنت بقوله في الاول، ان انت فكره انك بتسعى، فانت كده كده هتوصل لشيء، بس هل الشيء ده اللي انت عايزه ولا لا؟ دي حاجه بقى ما نعرفهاش. ممكن تكون بتسعى في طرق غلط، بس انت هتوصل. بس فين بقى؟ دي الفكره. هنوصل لايه بقى؟ ما نعرفش. هنكتشفها سوا كلنا يعني. انت ممكن توصل في الاخر، في اخر حياتك. ممكن توصل في اول حياتك عادي جدا. ممكن تبقى ماشي في شارع، الشارع ده قصير بس كله مطبات. عارف هتخش هي شارع الفرق؟ تاني اطول بس سالك. مم. هتبص، ده اطول، بس خدته في منت الا منت. اقول لك على حاجه برضو. اه. في فكره رحله السعي والكلام ده، والله فعلا هو مش كلام بوست بقى ولا كلام عميق اه، وبتاع. المتعة في في الرحلة الرحلة نفسها. فعليا. في بتنزل في الرحلة. الناس اللي هتساعدك، والناس اللي هتوقعك، والحاجات اللي هتكتسبها والحاجات اللي هتفقدها. بالظبط. اه، بعيدا الحاجات عن دي الناس يعني، وبعيدا عن الحاجات دي، انا الواحد كلها، نفسه المكاسب اللي انت بتطلع بيها دي مش هتاخدها في النهاية، بس تاخدها على مدار الطريق ده كله. بص، الدنيا عبارة عن رحلة كبيرة جدا. جوه الرحلة دي في رحلات، وانت غصب عنك. الرحلة الكبيرة اللي انت ماشي فيها دي، يعني مثلا هنحاول نشبهها بإيه؟ هنحاول نشبهها، اللهم صل على النبي، زي المترو. مم. المترو فيه كام خط؟ فيه 3 خطوط مترو، وفي محطات داخلة في بعض.
انت ممكن انت ممكن توصل للمحطة دي عن طريق كذا خط، تنزل في حتة تبدل في حتة كده. ولكن في نفس الوقت انت فين؟ انت جوه المترو. انت ممكن تغير الخطوط بتاعتك، ممكن خط يكون اطول من خط، خط يكون زحمة اكتر من الخط، بس في نفس الوقت انت جوه المترو. فهي الدنيا مم. عاملة كده. انت مش انت رحلتك في الدنيا هو انك تسعى لكل مرحلة. طبعا بيبقى هدف السعي ده مختلف عن المرحلة التانية اللي قبلها أو اللي بعدها. انت وانت صغير غصب عنك بتسعى وانت مش عارف انك انت بتسعى. بتتعلم. بيبقى الهدف بتاعك اللي انت يعني، احنا طبعا بنتكلم بموضوع بطريقة معقدة شوية عن دماغ طفل عنده سنة ولا سنتين. بس مثلا هدفك النهاردة ان انت تاكل حاجة حلوة. بعد كده لما تيجي تكبر يبقى هدفك ان انت تلعب كورة مثلا في حصة الالعاب. بعد كده تكبر شوية هدفك يبقى ايه؟ تجيب درجات حلوة. بعد كده فاهم. ايوه ايوه فال فاهم. انت كده كده هتسعى. كده كده الرحلة بتختلف دايما زي ما انت قلت، احنا امم في رحلة كبيرة جواها رحلات صغيرة. اه. ورحلات صغيرة ورحلات مختلفة، رحلات هتطلع من كل رحلة ممكن توصل ممكن ما توصلش. زي في مسلسل بتفرج عليه كده اللي قلت لك عليه بتاع احلام الفتى الطاير ده. مم. المسلسل ده بعد ما سبويلر اليرت بقى، بعد ما هربوا من مستشفى المجانين والبوليس عرف ان هم هربانين وكده، والناس كلها بقت بتدور عليهم، هم طلعوا مفيش حاجة، مفيش هدف معين. انا عايز اسعى. كل شويه يحصل لهم مشكله تخليهم ان هم يروحوا من مكان ما لمكان تاني. يروحوا مره مثلا كانوا في قريه جنب القاهره مثلا. حصلت لهم ظروف خلتهم يطلعوا في اسكندرية، وهم في الطريق في اسكندرية حصلت لهم ظروف خلوهم يطلعوا على محافظة تالتة. ففي نفس الوقت انت بتيجي تبص هنا تلاقي ان في رحلات كتير حصلت، في حاجات كتير قوي حصلت مع بعض، في كذا سكة، انت بتسعى في كذا ناحية. فمش بتقدر تقول ان انت في حاجة معينة انت بتسعى لها. وانت في الرحلة دي هتحس ان انت كمان هتسعى ورا حاجات تانية صغيرة برضو. أو حاجات أنت وقتها مش بتكون شايفها صغيرة، بس بعد ما تخلص من الرحلة أو تخش في عقبات تانية أو رحلات أطول بتكتشف إن أنت كنت عيل صغير، أو ما كنتش عيل صغير، كنت لسه معمي. وفكرة كل كمان ان انت لما بتبقى المدعكة، لما بتبقى جوه الرحلة نفسها وتشوف العقبات، تشوف الحاجات من جوه، تلاقي ان الدنيا صعبة وطويلة. ودين امي بعد ما تخلص الرحلة دي بقى تيجي تبص عليها كمان سنة كده ولا حاجة، تقول لي ايه ده كانت فترة في حياتي، فترة لا تذكر. ايوه كانت فترة، وتقعد تتريق على نفسك فيها، وانا اه ازاي كنت والله. عبيط كده، وازاي فضلت كتير قوي واقع في الحفرة دي، ولا واقف في النقطة دي، ما انا كنت ممكن اعدي بسهولة. بس مم. وقتها الموضوع ما كانش سهل، بس انت عشان قدرت تعدي منه وقتها، وقدرت انك تكتسب خبرة السعي اللي انت سعيته عشان تطلع منها، فانت بعد كده لما تقع في حفرة زي دي، او لما تشوفها من بعيد مش هتقع فيها، أو الا لو انت اخترت انك تقع فيها، ودي نقطة تانية، دي حلقة تانية انا عامة. دي حلقة تانية بقى. بس فهو احنا ما عندناش حاجة تانية نعملها غير ان احنا نسعى. موضوع ان احنا هنوصل ولا مش هنوصل ده، دي حاجة نسبية لكل واحد. وغير انها حاجة نسبية، هي حاجة احنا ما نقدرش نتحكم فيها. بس السعي حتمي. ايه؟ السعي حتمي. السعي حتمي، وحتمية السعي لا تعني الوصول وكل الكلام الجميل ده. بس انت ما عندك ايه تعمله غير انك تسعى. ما انت لو انت مش بتسعى، فانت ما عندكش هدف في الحياة، فانت عايش بلا روح بلا اهداف بلا عيش، انت مش عايش حرفيا. وعلى فكرة ممكن ما تبقاش بتسعى لحاجة وتلاقي الحاجة دي جت لحد عندك. بالظبط، ايوه، ما هو دي فكرة انك بتسعى وما انتش عارف توصل لايه. اه. لا انا يعني بقول لك انت يعني هو مش شرط ان هو. انت مش هي بتكون مش. اصلا انك تسعى، بس حاجة بتجيلك كده، فاهم؟ اه. يعني انت ماشي في طريق مثلا بتسعى على حاجة، بس انت بتدور على حاجة تانية، فتجيلك حاجة غير اللي انت مستنيها، تطلع احسن من اللي انت مستنيه. لا انا بتكلم في نقطة ان انت اصلا ممكن اصل الحياة عبارة مش ماشية بقانون معين. مش ماشية ان هو كده فهيحصل كده، فاهم؟ في دايما نسبة في نسبة حظ، في ناس مثلا بتضرب معاها من غير ما يسعوا، وبعد كده يقول لك انا كنت بقى مش عارف ايه. يعني في مثلا ناس مشهورة جدا يقول لك انا كنت بتمرمط ومش بروح فين وباجي منين وبتاع. في ناس تانية تقول لك لا ده انا كنت والله قاعد مش عارف ايه وفجأة حصل حاجة خلتني طلعت فجأة كده، صح؟ انا الو. معاك لا انا سامعك معاك بقول لا. لك بس يعني
انت دي طبعا بتكون استثناءات يعني او ايا كان، بس في نفس الوقت حاجة موجودة، فزي ما في هنا كده في هنا كده بس. ف أه... انا ماشي. انا شايف والله انا ان احنا. انا عاجبني كلامك عامه، يعني انت كلامك بالنسبه لي منطقي، انا مش قادر اضيف عليه حاجات تانية، فاهم؟ فانا ساكت بس عشان كده، بس انا معاك. اوكي والله ده شرف ليا يعني، انا الله محتاج، يكرمك، انا الله محتاج يكرمك. طلقتين في دماغي دلوقتي بس عشان. كلنا محتاجين طلقتين في الناس، انت بشكل خاص انت محتاج. قدام النفس. احنا ممكن اه. نطرح سؤال تاني اه. سؤال تاني في يكون نفس كويس. في نفس اه، السياق ولا في سياق تاني؟ ما اي حاجة ما عنديش مشكلة. في سؤال جه في بالي، اتقال في فيلم الحريف. هو ال الله الله. قول بس قول والله. تقول يا ابن. اللي هو العمر بيتحسب بإيه؟ بالدموع ولا مش عارف ايه وكده. فاللي هو جه في دماغي، طب هو احنا بنقدر نقول ان احنا سعينا على وجه كبير؟ يعني مش عايز اقول على اتم وجه. امتى النقطة اللي بنيجي نقول فيها ان انا عملت اللي عليا؟ اقول لك على حاجه من وجهه نظري. مم. عمرك ما تحس انك عملت اللي عليك. وما هي حاجة يعني لا، على حسب هي الشخصيات هي يعني. كده في ناس كده هي بيبقى كده اللي كده هو انا. بتختلف من الشخص التاني. انت انا انت عملت أج... حاجة مرة فما جاتش فخلاص انا عملت اللي عليا. لا، في واحد لا بقى يقعد مش يحاول لك القصد. في الحاجة دي 20 مرة. وانا جه في دماغي سؤال تاني. طب سيبني اقول لك وجهه نظري في النقطه دي طب خلينا وكمل. ماشي، هقول سؤال بس عشان ما نساهوش، هحاول اصيغه الاول. طيب. آه... ايه الفرق يعني؟ بص، انا هقول لك اللي في دماغي وانت حاول تظبطه تاني. اوكي. شفت تويت كانت بتقول اللي هو الحاجة ربنا ساعات بيقول لك مثلا ان الحاجة دي مش بتاعتك لما تيجي تحاول فيها كتير وتلاقيها ما بتظبطش. وساعات وعلى الوجه الآخر ان ربنا بيديك اسباب اكتر انك تحاول عشان تستحق الحاجة دي. ده في نفس الحاجه، على نفس الحاجه، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ اه يعني امتى تقول ان هو، امتى تحسبها كده وامتى تحسبها كده. طيب دلوقتي احنا معانا سؤالين، عايزنا مم. نرجع للاول ولا نخش في ده؟ لا، ارجع الاول، انت كنت عايز تقول حاجة. طيب. انا لما قلت ان عمر الانسان ما بيحس برضا، فانا عندي نقطة معينة. مم. انت زي ما انت قلت ان احنا جوه رحلة كبيرة، جوه رحلات صغيرة، في كل رحلة من دول انت بتعيش تجربة مختلفة لاسباب مختلفة. فانت في كل رحلة من دول انت هتجيلك فترة تحس انك راضي، او تحس ان انا اللي هو مثلا، انا مع اول ابلكيشن او اول حاجة هعملها تخص البروجرامنج الوورلد بتاعي او الكلام ده، هقول انا كده خلاص انا رضيت. بس هل ده كافي؟ لا، لازم هكمل بقى، لو هكمل وهكمل عشان ده شغلي وده مستقبلي وده كاريري. بس انت في مم. نقطة بتوصل فيها لمرحلة انا وصلت لهدفي الاساسي، اللي هو دي اول ستيب من اهدافي. انا لما عملت البودكاست كان هدفي الاول ان انا اعمل اريليز كذا حلقة. لما وصلت مم. الهدف ده ما وقفتش البودكاست عشان انا بحبه، انا عايز اكمل فيه. فهل انا راضي عن ان احنا ما بننزلش حلقات كتير؟ اكيد لا، انا اكيد متضايق. هل انا راضي عن ان في حاجات فيها غلطات، حاجات مش عارف فيها ايه؟ لا. فانا عمري ما هبقى راضي حتى لو وصلت لاعلى حاجه هكون عايز اعلى منها. دي عقليه، فاهم؟ اللي هو مم. حتى لو انا ما بسعاش لده، حتى لو انا شخص كسول. انت دلوقتي مثلا احنا في سن العشرينات، فاحنا بنسعى ان احنا نتخرج، نشتغل، نتجوز. اول ما تخلص جامعه هتسعى انك تشتغل لحد ما تلاقي شغل، فهترتاح، هترتاح لوهله. حاول بقى اتعلم من الشغل لحد ما تتجوز. اول ما تتجوز هتجيب عيل، هتقعد بقى كل شويه انت بيتحط عليك بتدخل في رحله جديده. الكونسيبت بتاعك بتاع ان احنا في رحله كبيره جواها رحلات صغيره، ده جامد فشخ، لانه فعليا بيوصف اللي احنا بنمر بيه. انت كل مره انت كانك بتلعب فيديو جيم، بتخش من ليفل لليفل، تفضل في الليفلات وتقعد تصعب بيك، وساعات ممكن يجي لك ليفل سهل في النص. بس انت مش بتعدي. شايف ان ده بسبب الرأسمالية، المجتمع الرأسمالية اللي احنا بقينا فيه؟ لا، ما اصل انت في رحلات برضو مش بتبقى يعني رحلات الواحد زمان رحلات مثلا كان الواحد قول. زمان كان الموضوع كان بالنسبة له سهل جدا. يتجوز وعنده 13 سنة، يحرث أرضه، ياكل من أرضه، وهوبا وزي الفل ماشي، بس احنا بنتكلم في عالمنا، ما احنا مش هنقعد نتكلم في القديم. احنا دلوقتي في وضع، خلينا نتكلم ان مش كل الرحلات اللي بنخشها او كل التجارب اللي بنخشها فاحنا بنتكلم فيها من ناحية مادية. ما انت بتخش تجارب صداقات فاشلة، صداقات حب فاشلة، او مش صداقات فاشلة حاجات. حب فاشلة. انا قلت صداقات. رحلات حب فاشلة. هي ماشي. صداقات حب فاشلة فعلا، سيتويشن شيبس. هي دي. هي صداقات آه، وحب وفاشلة، التلاتة أوسخ من بعض. آه، يعني انت رحل انت سيتويشن كاتب. شيب وفاشلة كمان. انت انت مفيش، انت مش بني ادم. محدش بيحبك. ايه ده؟ انت يعني
السيتويشن شيب بتبقى حاجة حلوة يعني، بتبقى في الأول أو أيا كان بيبقى فيه نوع من السسبنس، بس يعني فشلت كمان دي انت مفيش رضا انا فيك. انا قصدي من النقطه دي، ان انت مش كل الصراعات اللي بنمر بيها برضو هي صراعات ماديه، في صراعات نفسيه، صراعاتك مع نفسك، كلام من ده هو اصلا ما كانش موجود برضو زمان. الكلام ده اتولد عليك بسبب نفس الفكره اللي انت قلتها، المجتمع الرأسمالي اللي خلاك دايما شايف نفسك قليل، او خلاك مم. شايف دايما انك لازم تسعى عشان تبقى مش قليل. ايوه. دي الفكره. وطب وانت ايه رأيك في موضوع ان الهدف الكبير اللي في الاخر ده، ساعات الانسان ممكن يتعب او يحس ان هو عشان الهدف محتاج حاجات كتير، وقت مثلا كبير جدا او مجهود كبير جدا، ممكن يتقاعس عن تأدية دوره بسبب ان هو مش لاقي نتيجة للحاجة اللي هو بيعملها حاليا. طبعا 100%، انا اول واحد بعمل كده. امم. ودي حاجه غلط فشخ، او مش غلط فشخ، هو ده طبيعي. ما هو الانسان طبيعي لما اه. ما هو الانسان لما ما يلاقيش نتاج لتعبه، هيبدا ايه؟ هيبقى اللي هو طب هو ليه ما بناقص؟ فاهم؟ اللي هو ما خلاص بقى، ما كده كده مش عارف جاي. انت الميم بتاع الراجل اللي بيحفر في كده وفي الماس ما بينه وبين الالماس اه، دي. ولسه خطوه على الالماس دي فتقوم لافف وراجع. اه. ايوه ايوه عرفت. بس اقول لك على حاجه، ساعات ايوه. بيكون صح انك تمشي، ساعات بيكون صح. والله دي هقول بقى لك ليه. حاجة، ده حاجة بتاعت ربنا. ما هقول لك ده السؤال التاني اللي انت كنت قلت لي عليه ونعمل دلوقتي. ايوه، اعمل لينك بقى من هنا يعني هقول لك عيب عليك يا واد، ده أنا المخرج والمنتج والمونتير ماشي سيناريست. انا الكون. اه. هقول لك، انت دلوقتي كنت بتقول لي ايه؟ اعرف منين ان الحاجه دي هي بتاعتي فعلا وربنا بيشاور لي عليها؟ ولا اعرف ولا اتاكد ازاي ان ربنا بيقول لي لا دي مش بتاعتك؟ مش كده صح انا؟ اه يعني في طيب انا ساعات اللي بتاكد هو، بس ده صيغه السؤال. عشان برضو ايه السادة المستمعين حبايبنا يكونوا فاهمين أنا قصدي ايه، ان ساعات ربنا بيلهمك ان الحاجة دي بتاعتك ويقعد يصعب لك مثلا الموضوع، بحيث ان هو يلهمك ان يبقى عندك سبب كافي، او انك بتسعى لحاجة فتاخد الجايزة للمجهود اللي انت بتعمله. وساعات ربنا ممكن يكون ايه بيديك إيه اشارات كتير جدا، يقول لك لا هي السكة دي مش بتاعتك، هي الحاجة دي مش بتاعتك فابعد. فانا بتكلم بقى اللي هو انت امتى بتحسبها كده وامتى بتحسبها كده، بتعرف كده وبتعرف كده منين؟ الفكرة بقى هنا في ايه؟ امم. الراجل اللي كان بيهد في الحيطة ده اكيد كان لما بيضرب الفاس بتاعته في الحيطة كانت بترجع له. اه. لما تضرب الفاس في الحيطة وما ترجعش او تتكسر امشي، لكن اه. طول ما هي بتفهمني، فاهم قصدي؟ لا. طول ما هي بترجع لك. يعني انا قصدي الفكرة في ايه؟ انت دلوقتي ماشي في حاجة اه ايوه 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 ايوه. و 1% فيس او 1% هوب، لو انت فعليا لا عايز بس الحاجة يعني دي. يعني اللي انت بتقوله ده هو كلام جميل ويحترم جدا في المثال اللي احنا ضربنا بيه ده، ولكن الموضوع ليس بتلك البساطة في الحياة. ما انت هي بتبقى فكرة ما انا ممكن، كل واحد ما انا وحبه ممكن للشيء. ابقى، انا الشيء اللي انا المحاولات اللي انا عملتها بالنسبة لي الفاس ما اتكسرش بالنسبة للي جنبي، فانا قاعد بحفر بايدي اصلا واتكسر من اول واحدة يعني، فاهم؟ فانت بتقول امتى بقى انه اتكسر اصلا يعني؟ يعني انا مثلا كان عندي مشكلة زمان، ان انا عندي مشكلة يا في ريت تديني ايه. مثال عشان اعرف ارد. يا- عندي مشكلة ان التايم انترفال بالنسبة لي في فترة ما كان بيكون صعب القياس. بمعنى ايه يعني؟ يعني انا بالنسبة لي في فترة ما يوم ويومين يعدوا دول بالنسبة لي مدة كبيرة فشخ فعلى حاجة ايا كان الحاجة دي. دلوقتي مثلا ده عدى كتير يعني، عدى شهور وسنين، وانا شايف ان ده لا ده لسه ده محتاجين يعني مش شايف ان ده وقت كبير يعني. فبنتكلم على ان انت ساعات بتبقى جوه الحته نفسها جوه فاهم زي حضرتك اللي انا قصدي عليه. عارف يا عبدو، انا عارف الاجابه بتاعتي مش قادره تطلع من لساني، بس انت عمرك مهما كانت اشارات ربنا ليك، او مهما كان الناس بتقول لك امشي ابعد سيب ده، عمرك ما هتبعد عن الحاجه اللي انت بتحاول عشانها، لانك فعليا متعلق بيها، لو انك فعلا عايزها، اللي هو انت بتحبها، انت معمي، فاهم؟ امم. عمرك ما هتسيبها غير لما الحاجه دي تكسرك، وتكسرك بمعنى تكسرك اللي هو انت خلاص، انت فعليا ما بقتش قادر تبص لها، اللي هو انت لو انت جيتي لي برجلك انا مش عايزه. ودي حاجه دي وحشه حقيقه، فشخ، دي ودي حقيقه حاجه فعلا. بجد صعبه قوي. دي حقيقه. وبالذات لما تكون على شخص مثلا او على شيء انت فعليا
كنت بتحبه قوي او كنت عايزه باكتر من شيء عندك؟ فعلا حصلت لي لما اسمه ايه ده، لما كنت عايز كريستيانو يرجع الريال وما رجعش يا عم والله مش انت. كريستيانو تاني يا عم، يلا خلينا نعمل ريلز للصبح بقى. بص، هو انت كلامك صح فعلا، بس كلامك صح. انا عايز اعيط. انا يعني تمام تمام، انا كويس. الله يحرقك يا عم، الله يحرقك يا سامي، ليه وصلتها اللي احنا فيه ده؟ هو ما سامي تسأله. سامي زمانه اصلا ما شافش الحلقه، لو شافها يا كان عم مشي في ماشي اول ماشي، دقيقتين، فاهم؟ ليه وصلنا اللي احنا فيه ده؟ ما تسألوا اكلتكم المفضلة ايه وخلاص، ونعمل لكم حلقة عن الاكل. ليه بيعملوا فينا كده؟ الحمد لله. السعي حتمي، بص، هي وتعبنا فكره حتمي. انت بتزعل او ساعات زي ما انت كنت بتقول. انا حاسس أنا بتكلم زي احدهم لما بيجي يلقي خطاب ويقعد يحط لينكن ووردز كتير من غير اي محتوى، بس انا مش هينفع اقول مين عشان ما تحبسش. ال حبيبي المستعب. احنا كنت هقول ايه؟ انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ لو تقعد للمستعب. سيادة الفريق ابراهيم حسن. عشان لا آه، فهمتهاش. ماشي. اللهم صل على النبي. انا كنت عايز اقول ايه؟ ان ساعات الانسان من بني ادم نفسه من كتر ما هو اناني، او شايف ان هو عنده جبروت كبير جدا لدرجة ان هو لما بيعوز حاجة والحاجة دي خلاص يبقى طريقها سد، والحاجة دي هي ما مش باين من كل ناحية ان لا، ما ينفعش. ساعات الأنانية بتاعته بتخليه ان هو يعمل اي حاجة عشان بس يوصل للحاجة دي، واول ما يوصل لها يبقى انا كده وصلت للحظة الانتشاء بتاعتي، ان انا عرفت امسك الحاجة دي وجيبها. ساعتها انا ما ولا يرجع يدور على حاجة تانية ويرميها في الزبالة. وفي نفس الوقت في ناس بتبقى يعني، انت دلوقتي لما قلت انك لما تيجي تكسر بالفاس ده، لما تيجي تضربه في حيطة ويترد لك تاني، كمل عادي. لما تضرب فيه في حيطة ويتكسر، امشي. وده كلام صح. ليه؟ لان انت لو ما مشيتش ورحت جبت فاس تاني وقعدت تحاول واتكسر ورحت جبت فاس تاني، انت بقى تفضل في لوب كده. انت مش عارف، ما بقتش عارف تمشي بسبب ان انت كسرت فاسين وثلاثة. مش عارف ليه ونسيت كأنك مغفل اصلا، مع احترامي يعني. نسيت ان انت نسيت الهدف الاساسي اصلا. انت زعلان على المجهود اللي انت بذلته، بس انت مش زعلان على الحاجه اللي انت هتخسرها. فاهمني؟ فالمرحله دي لما الانسان يوصل لها وما يعرفش يفوق، بتبقى مرحله قذره. مرحله قذره ان انت بتبذل مجهود. لو كنت بذلت المجهود ده في طريق تاني، في حيطه تانية، كان ممكن توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها، بس انت قاعد بتبذله في المكان الغلط ونسيت اصلا الهدف اللي انت جاي عشانه. وزعلان ان انت كسرت فاسين وثلاثة. مم. مكمل عشان انت زعلان، عشان انت متضايق على المجهود اللي انت بذلته، متضايق على الفلوس اللي انا صرفتها ان انا جبت جمع فاس ايه، الفؤوس. الفؤوس. مش متأكد. لو طلع لي لا واحد لا، بتاع هي عربي. الفسان. لا هي فؤوس. بس يعني 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 تم بغض بحث النظر جمع عن فأس. الموضوع ده مقرف. آه. الموضوع ده سيء قوي. مم. يا وطريق سامي. الخروج بيكون صعب. طريق الخروج بيكون انت حفرت كتير قوي جوه، فعشان تخرج بقى حلني تخرج ازاي بقى؟ ده لو خرجت، يا عم او انت كده هتخرج. كده، انت كده كده هتخرج عامة اهو. كده كده هتخرج، بس بس هتخرج، هتخرج بعد قد امتى؟ ايه؟ بالظبط. بس بس في الاخر يعني هو احنا عايزين كبني نعيط. ادمين قد خلقنا لنعبد الله تعالى. والمفروض هذا يكون ذلك. الهدف بتاعنا ان احنا نسعى ان احنا نخش الجنة، اللي هو ده. دي حياة الدنيا بكل ملذاتها، بكل حاجات صعبة وسهلة فيها. هي مجرد مرحلة، رحلة زي ما كنا بنقول، رحلة. شفت رحلة كبيرة اللي أنا قلت لك عليها دي؟ الرحلة الكبيرة دي بقى، هي دي الدنيا دي بقى يعتبر محطة لأنك توصل لل... للرحلة الختام، للمحطة الفينال. المحطة الحقيقية بقى. مم. بس هو بس كده، الله يسامحك يا سامي، الله يحرقك يا سامي. هو محروق خلق. انت مش كويس او انت مش كويس. انت خلاص الواد سامي ده واد كويس. انا بحبه عامة. انا ما و بحب، مش لدرجة ان انا احبه يعني، بس هو واد لا عادي، كويس. انا بحبه عامة. بس ماشي. كده كان معكم منذ عبده، والسلام عليكم.